اللي احنا بنسميه عيد شرطة ده مش مجرد يوم عادي، ولا فرحة بالرجالة اللي لابسة بريء وشراط على كتافها. ده يوم ممكن نقول عنه ثورة، مقاومة، تحرك شعبي، أو حتى انقلاب على الواقع. أهلا بيكم في الدنيا مقلوبة مع الشيماء توفيق، وخلينا نعرف كل حاجة بالتفصيل من 1952 مرورا ب 2011 لحد النهاردة 2026. يلا بينا. من 1952 لحد 2011 لحد الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. النهارده هحكي لكم كل حاجة، الأسماء، الأحداث، النتائج، التحليلات، وحتى الحاجات اللي مش هتسمعوها في كتب التاريخ نفسها. وآخر حلقة هسيب لكم السؤال المهم جدا: انتوا شايفين النهارده بقت شرطة ولا ثورة ولا انقلاب؟ اللي حصل في يناير 25 يناير 1952 في إسماعيلية قصة مش بس عن الشرطة. اللي حصل هو عصيان كامل ضد الاحتلال البريطاني. الشرطة المصرية رفضت إنها تسلم نفسها، قاوموا، واجهوا الجنود البريطانيين. أسماء الضباط والشهداء اتسجلت للأبد، منهم عبد المنعم رياض، حسين القطان، مصطفى النحراوي. المئات من الجنود والشرطة ماتوا والناس كلها اتأثرت. ودي كانت شرارة الانطلاق اللي مهدت الطريق للثورة اللي حصلت بعدها بكام شهر، 23 يوليو 1952. بصراحة التحليل السياسي للفترة دي إنها كانت بداية لمرحلة جديدة في مصر بعد العهد الملكي. طيب التحليل الاقتصادي بتاعها كان بداية لتغيير الملكية والأراضي والإصلاح الزراعي. التحليل الاجتماعي بتاعها إن الشرطة كانت جزء مهم جدا من المجتمع ودفعت الثمن. لما نيجي بقى للأحداث اللي حصلت في الإسماعيلية، كان قبل الثورة بعينها. لكن انتبهوا، اللي قدموا أرواحهم مش كانوا بيفكروا في عيد ولا في شهادة، بس كانوا بيفكروا في عدالة وفي كرامة. اللي حصل بعد كده دولة جديدة، جيش جديد، بنية تحتية جديدة، لكن هل الشعب حس بالعدل؟ نيجي بقى 25 يناير 2011، عصرنا اللي احنا عشناه وكلنا مرينا بيه وعدى علينا، وفي ناس مننا كانت موجودة وفي ناس مننا شاركت كمان فيه. 25 يناير 2011 الشوارع كانت مليانة ناس، القاهرة، اسكندرية، طنطا، مصر كلها. الناس طالبة بحقها، ضد فساد، ضد بطالة، ضد ظلم. أسماء شهداء كتير جدا زي محمد محمود، أحمد حسين، خالد سعيد، ودول فئة قليلة من اللي أنا بتكلم فيه اللي ماتوا في التحرير وكانوا رمز للثورة والكرامة والعدالة. الشرطة جزء منهم اتعاطف، جزء منهم اتجه بالعنف. يوم 25 يناير 2011 كان امتحان حقيقي للشرطة، عيد ولا يوم اختبار؟ وهل الاحتفال بيه كعيد هو تجاهل لدم الشهداء؟ بعد يناير 2011 الوضع اتغير، الحكومة اتبدلت، الرؤية اتغيرت، الاقتصاد اتقلب، حتى الأمن. مصر دلوقتي من 1952 لحد 2011 بتتعلم في كل مرة ازاي تواجه الضغوط الداخلية والخارجية. الحكومة بعد 2011 حاولت توازن بين الشارع والجيش والاقتصاد. مش كله تمام، بس ده جزء من القصة. الشرطة والشعب العلاقة بينهم مش سهلة نهائي. في 1952 الشرطة كانت جزء من الثورة. في 2011 الشعب كان محتاج يحس بالأمن مش الخوف. الاحتفال بالعيد مهم ليه؟ هل هو مجرد طقس ولا لازم نفهم التاريخ ونقدر التضحيات؟ الجيل الجديد محتاج يعرف قصة كاملة مش نسخة مختصرة، يعني فاهم ليه الشعب اتظاهر والشرطة اتحدت والسياسة لعبت أدوارها. مصر قبل 52 كان فيها مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، فقر، توزيع أراضي، عمالة. بعد الثورة بدأت إصلاحات حقيقية، لكن الاقتصاد اتقلب كله في 2011. فساد، بطالة، تدني مستوى المعيشة، كل ده خلى 25 يناير 2011 كان يوم انفجار. السياسات الاقتصادية بعد اليومين دول اتغيرت وأثرها لحد دلوقتي باين. الشرطة والأمن في كل مرحلة كان دورهم مختلف. 1952 دفاع عن الشعب من الاحتلال، 2011 كان محاولة سيطرة على الشارع. الفرق كبير، ده اللي مخلي الجدل مفتوح لحد دلوقتي، هل نحتفل بيهم كعيد ولا لأ؟ 1952 كان دم تضحية من ضباط الشرطة. 2011 دم وتضحية من الشباب المتظاهرين. كانت مظاهرات شعبية شديدة جدا. النقطة المشتركة الوحيدة ما بين الاثنين كان البحث عن العدالة والكرامة. اختلاف السياسة، الإعلام، الاقتصاد، الشكل النهائي للدولة. والنهاردة وأنا بحكي لازم تعرفوا حاجة مهمة جدا: اللي اتعلمته مصر من 1952 و2011 هو القوة، بس مش كل قوة في البندقية، قوة في الموقف، العدالة، الشجاعة، وفي التنظيم.
دلوقتي بعد كل التفاصيل، بعد كل الأسماء، بعد كل الأحداث، السؤال ليكم انتوا: هل 25 يناير بعد كل اللي عرفناه ده هو عيد للشرطة، ولا ثورة للشعب، ولا انقلاب على نظام؟ مش أنا اللي أقرر، أنت اللي هتحكمه. والدرس الكبير: مهما اتغيرت الحكومات والجيش والسياسة، الشعب هو اللي بيحفظ الكرامة، وهو اللي بيفهم التاريخ. كانت معكم الشيماء توفيق في الدنيا مقلوبة. باي باي.